السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال؟ ايه الأخبار؟ النهاردة أنا متحمس جدا وأنا جاي أقدم لكم الكورس الجديد بتاعنا. كورس النهاردة بنقدمه بطريقة مختلفة عن أي مرة قدمناها قبل كده. الأول أحب أعرفكم بنفسي. أنا عبد الرحمن عادل، طبيب بشري حديث التخرج، وشغال حاليا في كورسات البيولوجي لطلبة الأمريكان دبلومة. الكورس بتاعنا النهاردة كورس مراجعة على البيولوجي بتاع الأمريكان دبلومة تحضيرا لامتحان ال EST في مصر. الكورس بتاعنا هيكون ماشي ازاي؟ الكورس بتاعنا انا اثرت ان احنا نشتغل بطريقه الكلاسيفايد، ما نحلش امتحانات شامله على طول. ليه؟ لان ده احسن ليك في فتره المراجعه. انا بقالي كتير باخد بيولوجي وسمعت شرح كتير، او حتى لو ما ذاكرناش خالص. انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا امسك درس درسين اراجعهم كويس قوي، وبعدين ابدا ان انا احل عليهم. اللي بيخش امتحانات شامله على طول محتاج يكون لامم المنهج، وغالبا معظمنا مش كده. فانا بديك فرصه انك تراجع كل يوم مثلا درسين ثلاثه، بعد كده تشوف كل الافكار اللي جت فيما يخص الدرسين ثلاثه دول، فده هيكون افيد ليك. الكورس بتاعنا مميز كمان في جزئيه ان احنا مش بس بنشرح الاسئله، لا انا عندي مثلا انا اهو بشرح السؤال ده، انا شفت السؤال قراته معاك، مش بس هقراه معاك لكن هتلاقيه في النص رجعت معاك على حته من الشرح، فتحنا مذكره الشرح وقلت اشرح لك الجزء ده كله. يعني السؤال جه في جزئيه معينه، هنشرح السؤال ونفتح مذكره الشرح نشرح فيها الجزئيه دي، عشان لو جالي سؤال تاني في نفس المكان هقدر ان انا اتعامل معاه واجاوبه. يعني اهو خلصنا السؤال ده، لقيت السؤال ده بيتكلم عن الميكروسكوب، هرجع اشوف الميكروسكوب وايه الاسئله اللي ممكن تيجي في الحته دي، وهكذا. يبقى انا مش بس بشرح الكلام بشرح السؤال، لا بهديك فكره عن الموضوع كله، عشان لو جالك سؤال مغاير او عشان لو انت ما كنتش مذاكر المنهج كويس قوي، يبقى احنا كده من خلال الامتحانات خدنا مراجعه عامه على معظم الافكار المهمه في المنهج بتاعنا. يعني اتمنى ليكم التوفيق يا شباب، شدوا حيلكم. واتمنى منكم كمان في اخر الكورس تدوني فيدباك عن الطريقه دي وحوار الكورسات المسجله، وايه المميزات وايه العيوب، وايه الحاجات اللي تتمنوها اكتر في المرات اللي جايه. مش معنى يا شباب ان الكورس مسجل ان انا مش معاكم، لا انا موجود معاكم. ابعتوا لي في اي وقت سواء من خلال الابلكيشن او على الواتس، الرقم اللي قدامكم على الشاشه، هتلاقوني معاكم باستمرار وعلى طول معاكم. وبالتوفيق يا شباب.